بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السبحه الملونه من الكريستال اللي هي السبحه ال99. هنشوف مع بعض ازاي نعمل سبحه ملونه من الكريستال الملون. ايه هي الادوات اللي احنا عايزينها عشان ننفذ الموديل ده؟ اول حاجه هنحتاج كريستال ملون بالشكل ده. تمام، ده مقاس 8، ده كريستال مقاس 8. فاحنا بنجيب مجموعه من الالوان وبنخلطها مع بعض بالشكل ده كده. تمام، بنحط اللون الاحمر، اللون التركواز، اللون البني، جميع الالوان بالشكل ده بحيث ان هي تبقى مجموعه الوان مع بعضها كده. تمام. وبنبدا ان احنا نرص السبحه ال99 من اللي هي الالوان دي بحيث ان هي تكون ملونه في النهايه. وما بين كل 33 بنعمل فاصل، وبنعمل الشرشوبه من الخرز الملون ده اللي هو طبعا احنا عندنا اللون الاحمر ده طبعا اساسي لازم نحطه في السبحه الملونه، لان طبعا اللون الاحمر او اللون الروز بيدي شكل جميل للالوان نفسها اللي احنا عاملين منها السبحه. فلما نكون حاطين اللون الاحمر او اللون الروز بيدي شكل جمالي. ده بالنسبه اللي هي ال 99. ممكن نعمل برضو ال 33 اللي هي الملونه بالشكل ده، برضو احنا بنعملها مع بعضها كده ملونه بحيث ان هي يكون جميع انواع الخرز موجود. ممكن نجيب اللون الاحمر، اللون الاسود، تمام، اللون اللي هو التركواز، تمام، بيبقى كله بالشكل ده كده. ده اللون، جميع الالوان بنحطها مع بعض، كل الالوان اللي تنفع ممكن نحطها مع بعضها. تمام، ده اللون الاصفر اللي وريته لكم في فيديو المشتريات، ده اللون الاصفر. تمام. واللون الروز، دي كلها الوان حلوه جدا لما نحطها في ال 33 يبقى شكلها حلو جدا. تمام. طيب بنعملها ازاي؟ اول حاجه طبعا احنا عندنا اللي هو المقاس. هنعمل النهارده مقاس 8 اللي هي السبحه 99، بنعملها من مقاس 8 او ممكن نعملها من المقاس اللي هو الاصغر اللي هو مقاس 4. يعني احنا هنعملها النهارده من مقاس 8. تمام. ايه هي الادوات اللي احنا عايزينها عشان ننفذ السبحه 99؟ هنحتاج طبعا واير. تمام. هنحتاج معانا فواصل معدن، طبعا اي فاصل معدن ينفع. تمام، بالشكل ده كده. ده الفاصل اللي احنا هنستخدمه النهارده في السبحه اللي هي ال99. وهنحتاج معانا اللي هو الزرد، تمام، بالشكل ده. وهنحتاج معانا اسطوبر. تمام، طبعا احنا عارفين الاسطوبر، طبعا الاسطوبر اللي احنا بنقفل بيه اللي هو الواير. تمام، ده اللي هو الاسطوبر. تمام، بالشكل ده. ومعانا برضو شرشوبة، ممكن نعمل شرشوبة بالشكل ده كده، شرشوبة من اللي هي المعدن، او ممكن نعمل الشرشوبة بالطريقة دي كده. احنا عاملينها من 3 خرزات ملونة وحاطين فيها اللي هو الطربوش المعدن ده من تحت ومن فوق بالشكل ده، وقافلينها بمسمار. تمام، بالشكل ده كده، وحاطينها في السلسلة. تمام، دي شرشوبة جاهزة كده عاملينها، واحنا قلنا ان السلسلة دي احنا بنقطعها 3 سنتي. تمام، ده هو نوع السلسلة اللي احنا مقطعينه. تمام، ممكن نقطع الشكل ده، او ممكن لو في شكل اصغر برضو يبقى كويس، برضو يبقى احسن. واي نوع سلسلة ممكن يكون كويس، بس احنا بنقطعه 3 سنتي. تمام، وهنحتاج الادوات بتاعتنا اللي هي الزرادية المبرومة والزرادية اللي هي الناعمة. تمام. اول حاجة هنعملها هنعمل ايه؟ هنجيب الواير، هنبدأ ان احنا نرص 33 من الخرز اللي احنا قلنا عليه اللي هو الالوان ده. تمام. طبعا احنا واحنا بنرص بنراعي ان احنا نحط الالوان تكون متناسقة مع بعضها كده، يبقى شكلها كويس واحنا بنرصه بحيث ان هو يبقى يعني تدي شكل جمالي. نحط مثلا في كل 33 واحدة حمراء او 2 حمراء، ونكمل باقي الالوان، يعني لون فاتح جنب لون غامق بحيث ان هو يبقى شكلها كويس. تمام. طبعا احنا نعد شويه، يعني احنا بنحط شويه وبعدين نبدا ان احنا نعد. تمام، احنا عايزين 33 وبعد كده نحط الفاصل. طبعا هي سهله جدا، بس يعني فكره ان احنا نعملها ملونه دي فكره ممكن تكون جديده، تنفع ان هي بالشكل ده كده. تمام، بنحطه بالشكل ده كده، تنفع ان هي ممكن تكون يعني شكلها حلو مبهج.
والمقاس ده بيبقى حلو جدا في اللي هو عايز يسبح 99. ممكن نعلقها زينة في عربية، ممكن نعلقها زينة، او احنا طبعا نستخدمها في ان احنا نسبح. تمام، وهي تنفع بناتي. احنا عايزين 33. تمام تمام، واحنا كده يبقى احنا عملنا 33 في الواير بالشكل ده. تمام، ملونه كده، يعني بنحط يعني احنا واحنا بنرص بنحط الفاتح يعني جنبه غامق، يبقى بحيث انه يدي شكل جمالي كده. ونحط طبعا اللون الاحمر اساسي عشان يديها شكل حلو. تمام، بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنحط الفاصل المعدن. تمام بالشكل ده، وهنبدا بالشكل ده كده هنا. تمام، وهنبدا بعد كده نعد 33 وفاصل، وبعدين 33 تاني. تمام، هكملها وارجع لكم. تمام، وده بقى شكلها بعد احنا ما عملنا 33. يعني احنا عملنا 33 الاول كده، وبعدين حطينا الفاصل المعدن بالشكل ده كده، وبعد كده رصينا كمان 33، وبعد كده حطينا الفاصل المعدن التاني بالشكل ده، وبعد كده عملنا ال 33 اللي هي الاخيره. تمام، يبقى احنا عندنا كده الشكل بتاع ال 99 اللي هي السبحه الملونه بالطريقه دي. تمام بالشكل ده كده. تمام، ده اللي هي السبحه الملونه بالشكل ده. تمام، بيبقى شكلها حلو جدا وشيك جدا، يعني ان احنا نمسكها، يعني هي تمشي ان هي بناتي اكتر، كمان شكلها حلو قوي ان احنا نسبح عليها. وشكلها حلو برضو ان هي ممكن اللي يستخدمها مثلا في دلايه في عربيه او حاجه، بيبقى شكلها حلو لان هي ملونه، وفكرتها حلوه جدا في ان هي تبقى ملونه بالشكل ده. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده ان احنا هناخد الواير بتاعنا ونبدا نقفل. تمام، هنبدا نقص كده الواير بتاعنا. تمام، ونبدا نقص الواير. تمام بالشكل ده كده. تمام تمام، بعد ما قصينا الواير بالشكل ده كده، يعني سيبنا مسافه كده بالشكل ده وقصينا الواير. تمام، هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نحط فاصل من الفواصل، يعني نخلي ناحيه طويله وناحيه قصيره بالشكل كده في الواير، وبعد كده ندخل الفاصل الاولاني بالشكل ده. تمام، وبعد كده هنحط واحده من الخرز اللي هو مقاس 8 من الكريستال. تمام بالشكل ده، نبدأ نحط كمان فاصل. تمام، بعد كده هنحط كمان قطعة من تمام بالشكل ده. تمام، وبعد كده هنحط كمان واحدة، طبعا هنحط فاصل الأول. تمام، وبعد كده هنحط القطعة الأخيرة أو الكريستالة اللي هي مقاس 8 بالشكل ده. تمام، يبقى ادانا الشكل ده كده فوق. تمام، بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده هنبدأ نقفل من فوق. هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا طبعا ده شكلها اهو، والشكل اللي هو الجزء اللي فوق اهو 3 خرزات، ما بين كل خرزة وخرزة فاصل من المعدن. هنبدأ نحط الحلقة او الزردة بتاعتنا. تمام بالشكل ده كده، ونحط معاها واحدة من الاستوبر. تمام بالشكل ده. طب بعد كده نقفلها ازاي؟ بعد كده هنبدأ ان احنا نعدي بقى الاتنين الواير، نظبطهم كده ونعديهم من الاستوبر بالشكل ده كده. تمام، ممكن نساعد باستخدام الزردة اللي هي المبرومة ان احنا ندخله، يعني ايد تشد وايد بالزردة كده، بحيث ان هو يعني نشده ويبقى سهل في ان احنا نشده كده. تمام بالشكل ده. طبعا نسيب مسافة للتسبيح، هنبدأ نسبح، نسيب مسافة كده على قد الصابع للتسبيح، وبعد كده نبدأ نظبط من فوق ونقفل. تمام، نجيب الزردة اللي هي الناعمة ونبدأ نقفل الاستوبر من الجزء ده. تمام،
يبقى احنا كده قفلنا الاستبار، ثبت كده عليه. تمام، يبقى احنا معانا وصلنا للشكل ده. تمام، طبعا الجزء اللي هو الزياده من الواير ده هنبدا ان احنا نقصه. تمام، ونسويه كده بحيث ان يكون متقفله كويس متقفله كويس. هنعمل ايه؟ هنمسك الجزء بتاع الواير ده كده، تمام، ونظبطه كده، وهنبدا ان احنا نقص بالشكل ده كده، ونبدا نقصها بالشكل ده. تمام، يبقى احنا وصلنا للشكل ده. تمام، وصلنا للشكل ده، ويبقى كده هنا هي كده معانا اتقفلت اهي. وتبقى دي اللي هي السبحه ال 99 بالشكل ده، السبحه ملونه ال 99. تمام، طبعا بقى شكلها حلو جدا، شيك جدا. لما نستخدمها بصراحه بقى شكلها حلو. ديت اللي هي السبحه 99. تمام، اهي بالشكل ده كده. تمام، ديت اللي هي السبحه ال 99 الملونه. طيب احنا لو احنا مثلا عايزين، طبعا احنا قلنا احنا نبقى مجهزين معانا الشرشوبه. احنا بنعمل الشرشوبه من الخرز برضو عشان تبقى شكلها كويس معاها وماشيه معاها. ممكن نعملها معدن، وممكن نعملها شرشوبه من اللي هي فيها خرز من تحت. بنختار برضو كام خرزيه ملونين كده بالشكل ده. تمام، وبنعملها في مسمار بالطربوش اللي تحت اللي هو المعدن ده، وبنعملها بعد كده في السلسله، وبعد كده في حلقه. تمام، طبعا كنت وريتها لكم قبل كده، ونزلت قبل كده في فيديو اللي هو ازاي نعمل سبحه 33 كان فيها ازاي نعمل الشرشوبه دي. تمام، بعد كده بنعمل ايه؟ بنبدا ان احنا بنوصلها، او ان احنا بنركبها في الجزء بتاع السبحه. تمام، نيجي نفتح الزردة. تمام، تمام، هنفتح الزردة بالشكل ده، ونبدأ بعد كده ان احنا نحط فيها السبحة، ونقفل بعد كده الزردة. تمام، طبعا هي فكرة حلوة جدا ان احنا نعمل سبحة ملونة بالشكل ده. تمام، بالشكل ده. ديت اللي هي السبحة الملونة اللي هي ال 99. تمام، بتبقى شكلها حلو جدا، وان هي بصراحة شكل الالوان الكريستال مع بعضها وهو كده مرصوص جميع الالوان، واللون الاحمر او اللون الروز، بتبقى الوانها جميلة مبهجة، وبيبقى شكلها حلو بصراحة. طيب احنا عايزين نعرف ازاي ان احنا برضو ان نحط ازاي نكيس، او ان احنا نحط السبحة ال 99 دي ونعرضها ازاي بطريقة كويسة، بحيث ان هي يبقى شكلها كويس برضو، والفينش بتاع الشغل بتاعنا شكله كويس. احنا يعني المفروض لما نيجي نشتغل السبح، المفروض ان احنا نحطها في كيس، او ممكن نحطها على كارت كمان، بحيث ان هي المعادن اللي فيها دي المفروض ان احنا لما نحطها في كيس بتعيش اطول، وان هي لونها ما يغيرش. يعني لو فضلت مسافه على ما تتباع يبقى هي لونها زي ما هو ما غيرش، وهي برونقها اللي هيشتريها هيبدا ان هو يطلعها من الكيس هيلاقيها زي ما هي، مش متعفره ومش متبهدله وشكلها كويس، وده بيساعد في ان هي تتباع بشكل كويس. طب ايه الشكل اللي احنا ممكن نستخدمه في السبحه، او شكلها مثلا يبقى شكلها ايه لو احنا حطيناها في كارت او حطيناها في كيس؟ تمام، كنت انا ده اللي هو ده شكل السبحه بالشكل ده كده. لو احنا حطيناها في الكارت وفي الكيس بيبقى شكلها بالشكل ده كده. ده كارت على مقاس السبحه، واحنا بنحطها بنرصها بالشكل ده كده، وبنجيب كيس على قد الكارت. تمام، ديت اللي هي السبحه ال 99. طبعا الكارت والكيسه بيخلي ليها شكل جمالي، وبيبقى شكلها حلو جدا كمان لما تقعد مسافه مثلا عند اللي هو مثلا في المحل او حاجه، بتقعد مسافه على ما تتباع، فالمعادن اللي فيها بتفضل زي ما هي، ما بتغيرش في اللون، وكمان ما بتبقاش متطربه او عليها تراب. وطبعا الحاجه لما تتبهدل بتبقى صعبه في بيعتها، لكن هي كده بشكلها كده بيبقى شكلها زي ما هي، وشكلها زاهي، وبتبقى كويسه في ان هي تتباع بطريقه كويسه. تمام، وده برده شكل اللي هي ال 33 لو احنا حطيناها على كارت وحطيناها على كيس بالشكل ده كده.
بيبقى شكلها حلو جدا. وده طبعا 33 برضو متنفذه بنفس الطريقه، وحاطين من تحت كريستال ملون وحاطين فيها اللون الاحمر، وممكن نحط فيها اللون الاصفر اللي هو بالشكل ده واللون الروز. تمام، بيبقى شكلها حلو جدا وشيك قوي بصراحه، ان احنا نستخدمها في التسبيح كده، بتبقى شكلها حلو جدا واحنا ماسكينها، اللي هو الشكل الملون ده. تمام، ده برضو اللي هي 99. وطبعا هما كلهم بقى نفس الفكره، اللي هي ال 33 وال 99 بالشكل ده. ده برضو حبيت اوريكم ازاي نقدر ان احنا نكيسها، وازاي او نحطها على كارت وكيس، وشكلها النهائي بعد ما نخلصها ونعملها ونعرضها بيبقى شكلها كده. بيبقى شكلها حلو جدا وبيحافظ عليها من ان هي تتبهدل، فبتبقى كويسه وبتساعد على ان هي تتباع بشكل احسن. وده طبعا بيدل ان الفينش بتاع الشغل بتاعنا كويس. تمام، دي اللي هي الصفحه 99. وده بعض الاشكال اللي انا حبيت اوريها لكم، اللي احنا ازاي نكيس او ازاي ان احنا نعمل الشكل بتاع السبحه اللي هو بعد ما نحطه في الكارت. تمام، بيبقى بالشكل ده كده. تمام تمام. يا رب تكونوا كده استفدتوا النهارده من الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا كده وعرفتوا ازاي نعمل السبحه ال 99 والسبحه 33 ملونه. لكن ده طبعا 33 نفس الفكره بتاعه 99، احنا بنحط 11 وبعد كده فاصل، وبعد كده بنحط 11 تانيين وبعد كده فاصل. تمام. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. ولو استفدتوا من الفيديو او عجبكم الفيديو واول مره تتفرجوا على القناه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.